السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الثعبان في المنام من الرؤى المقلقة لكثير من الناس، ولكن ليس كل حلم بالثعبان يعني شرا، فأحيان كثيرة يكون إنذار وأحيان أخرى يكون بشارة خير للرائي. تكون رؤية الثعبان في المنام إشارة تحذيرية وإنذار للرائي في الأحوال الآتية: عندما يكون الثعبان أسود وكبير فهذا يدل على عدو شديد العداوة قريب من الرائي. وإذا لدغك الثعبان في الحلم فانتبه، فقد يكون هناك من يتحدث عنك بسوء أو يدبر لك مكيدة. وإذا رأيت ثعبان تحت فراشك أو في البيت فقد تكون الرؤية دليل على مشاكل عائلية أو سحر أو حسد. ورؤية الثعبان يسبح في الماء فقد تدل على شخص يظهر لك المحبة والود، لكنه يضمر لك العداء والكراهية. ورؤية ثعبان يتحول إلى إنسان تشير إلى أن عدو سوف يكشف نفسه لك قريبا، وأن الله سوف يريك الحقيقة كما هي. ورؤية الثعبان يلتف حولك تدل على مشكلة تحيط بك أو سحر أو حسد، ولكنه قوي، فإن تركك الثعبان في الرؤية فذلك يدل على أن الله سوف يحفظك من كل شر. وتكون رؤية الثعبان في المنام بشارة طيبة للرائي في أحيان كثيرة، منها إذا رأى أنه يقتل الثعبان فذلك يدل على النصرة على عدو، أو الخروج من مشكلة وأزمة كبيرة يعاني منها الرائي. كذلك من رأى في المنام ثعبان ولكن لم يؤذه فذلك يدل على النجاة من كيد أو شر كان معد للرائي ونجاه الله منه. وإذا رأيت نفسك تمسك بالثعبان وتتحكم به فهذا يدل على قوة شخصيتك وقدرتك على تجاوز الأزمات. وإذا رأت المرأة الحامل ثعبان في المنام ولم تشعر بالخوف منه فقد تدل الرؤيا على حملها في مولود ذكر قوي بإذن الله تعالى. ورؤية الثعبان يخرج من فمك فهو رمز لتوبة صادقة من معصية، أو نطقك بكلمة ستنقذك من أمر خطير. ورؤية أكل لحم الثعبان تدل على النصر على عدو شديد العداوة، وقد تدل أحيانا أن الرائي سوف يتعلم من شخص ذو مكر أو يستفيد من موقف صعب جدا. ورؤية الثعبان على شكل سلسلة ذهبية أو أساور أو حلي من الرؤى المبشرة جدا والنادرة أيضا، وهي ترمز إلى رزق ومال يأتي للرائي من حيث لا يحتسب، أو إلى علم ينتفع به. ومن رأى ثعبان يخرج من جسده فهي بشارة له بالشفاء من المرض إذا كان مريضا، أو انتهاء هم وحزن عند الرائي. كذلك رؤية الثعبان الأبيض أو الأخضر في المنام أحيانا تدل على الشفاء من مرض أو شخص ذو نوايا صافية حول الرائي. وكذلك قد تدل رؤية الثعبان الأبيض على بشارة بانتهاء مشكلة، وعلى أن الرائي سوف ينعم بالهدوء والسلام الداخلي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.